السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ أم يارا. النهاردة وصفتنا جميلة جدا والأطفال بيحبوها، هي وصفة كرات الفراخ المقرمشة بالبطاطس. حاجة كده كريسبي وتدوب في البق وطعمها جميل جدا ولذيذة جدا يا جماعة. والوصفة دي مكوناتها موجودة عندنا في البيت، بس قبل ما نبتدي الوصفة لازم ندوس اشتراك ولايك، وكمان تشيروا الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس عشان توصل لكل الناس. معانا حلة على النار فيها مية مغلية، وحطيت فيها عدد 2 بصل مقطع مكعبات، و2 طماطم مقطعين كمان مكعبات متوسطين، وحطيت فيها 2 ورق لورا زي ما انتم شايفين. ويغلي كويس على النار. انا عندي دبابيس فراخ، حوالي 5 وحدات دبابيس فراخ مغسول كويس، وانا غسلاها بالملح وبالدقيق ومنضفها كويس جدا. وهنحطها على النار زي ما انتوا شايفين وكده، وهنسيبها تغلي براحتها على النار. معانا في حلة تانية وحاطين فيها 3 حبات بطاطس، قشرناهم وغسلناهم كويس وقطعناهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما غلت غلوة حلوة كده لمدة ربع ساعة، ما كترناش بعد الغليان، طلعناها وسبناها برا علشان تبرد شوية. بعد كده بالشوكة عندنا وهرسناها بالشكل اللي انتوا شايفينه دي، بس هرسناها جامد خالص عشان تبقى حلوة معانا وتبقى وصفة جميلة زي ما انتوا هتشوفوا. الفراخ اخدت طبعا غلي كتير على النار، عشان انا عايزة الفراخ الدبابيس بتاعتها تتهري. حطيت ملح وحطيت فلفل اسود وسبتها شوية على النار وقلبتها، وبعد ما قلبتها طلعتها زي ما انتوا شايفين. دي الدبابيس بتاعتها مهرية يا جماعة، يعني واخدة غلت كتير. بعد ما طلعتها زي ما انتوا شايفين، طبعا كانت سخنة جدا على يدي ان انا افكها كده، سبتها تبرد شوية وبعد كده فكتها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. جبت كبة وحطيت فيها الفراخ، كمية يعني على قد الكبة، وبعدين فرمتها جامد زي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو. متنسوش يا جماعة تعملوا لنا اشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس. هنجيب طبق ونحط فيه البطاطس اللي احنا هرسنها، وكمان هنحط فيها الفراخ المهروسة او مضروبة في الكبة، ضربناها في الكبة. وهنحط معلقة صغيرة من الملح، ومعاها معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان معلقة صغيرة من الكاري. ولو عايزة تحطي بهارات فراخ ممكن تحطي بهارات فراخ، لكن انا شايفة ان كده كفاية، يعني الوصفة مش محتاجة. حطينا 3 معالق زيت ونقلبها كويس خالص بيدك، طبعا ما ينفعش معاها اي حاجة تانية غير اليد. تهرسيها وتدخل المكونات كلها بعض زي ما انتوا شايفينها كده. هي يا جماعة طريقة سهلة جدا والله وبسيطة ومحبوبة جدا عند الأطفال، يعني تنفع غدا وتنفع عشاء، يعني حلوة جدا وبالأطفال على طول بيطلبوها. هنكورها زي ما انتوا شايفينها كده بالطريقة دي. وبعد ما كورناها كده عملناها كرات صغيرة مش كبيرة قوي. جبنا دقيق وجبنا بيض وعليه ملح وفلفل، وجبنا كمان بقسماط، وحطينا الكرات في الدقيق، بعد كده البيض، بعد كده البقسماط، وقلبناها كويس خالص بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبعد ما عملت كل الكرات اللي عندي، كرات البطاطس المقرمشة والفراخ زي ما انتوا شايفين، متنسوش يا جماعة لايك لو الفيديو عجبكم. في طاسة سخنة على النار كده وحطينا زيت عشان نقلي فيها الكرات دي، وحطينا حوالي ربع كوباية زيت على النار وحمرناها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. أرجو كتابة الصلاة على النبي في التعليقات، وقولولي لو الوصفة عجبتكم ولا لأ. كل ده اكتبوا في التعليقات يا جماعة، عشان التعليقات دي بتفرحني جدا.
وان شاء الله هي هتعجبكم. هي وصفة جميلة جدا يا جماعة. نقلب مع بعضينا، هنقلبها بالطريقة دي وبالراحة خالص يا جماعة عشان ما تفكش. هي مش بتفك كتير يعني، هي على حسب ما انتي سبتيها شوية في التلاجة وطلعتيها. يعني لو عايزة تسيبيها في التلاجة عشان تمسك شوية زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. طلعناها وحطينا عليها بقدونس من فوق عشان خاطر التقديم. ويا رب يا رب تعجبكم، ويا رب لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وكمان كومنت حلو منيكم عشان يرفع من قناتي. وبالهنا والشفا. معاكم مطبخ أم يارا.